السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. خطير جدا، تسريب شريط جنسي يجر 3 أشخاص بينهم راقي إلى القضاء. قبل البدء في تفاصيل الخبر، المرجو الضغط على زر الاشتراك ليصلكم كل جديد. إليكم تفاصيل الخبر. أفادت مصادر مطلعة بأن مصالح الدرك الملكي ببودينار بإقليم دريوش اعتقلت مؤخرا 3 أشخاص متهمين بتسريب شريط جنسي والابتزاز. وقد تفجرت القضية بعد شكاية تقدم بها مستشار جماعي بتمسمام بإقليم دريوش، يتهم فيها راقيا يمتهن الرقية الشرعية والحجامة في محل بمدينة إمزورن بالتشهير والابتزاز. وفور علمهم وفور علمها فتحت مصالح الدرك الملكي ببودينار بحثها في الموضوع، حيث تم توقيف بطلي الشريط الجنسي بناء على شكاية تقدم بها زوج المشتبه فيها. كما تم توقيف الراقي بناء على شكاية من المستشار الجماعي والذي اتهمه بتسريب الشريط الجنسي والابتزاز. هذا وقد وضعت المشتبه فيهم، وهم مستشار جماعي وسيدة متزوجة وراقي رهن تدابير الحراسة النظرية لتعميق البحث معهما في القضية قبل إحالتهما على أنظار العدالة. إلى اللقاء في خبر آخر إن شاء الله.